السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيبين في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. اللهم اغفر لأبي وأمي وعلمائنا ومشايخنا وسارمات المسلمين. حقيقة جزاكم الله خير على كل هذه التعليقات التي تدعي للشيخ خالد الراشد بالرحمة والمغفرة، ومكملين معاكم لحد الآخر لحد ما كله يعرف حقيقة وقصة الشيخ خالد الراشد. والنهاردة جايبه لكم ابن الشيخ خالد الراشد بيحكي معاناته في سجون المملكة العربية السعودية، وكيف كان يتم تعذيبه بحديد النار حتى تعبت صحته وأصيب ببعض الأمراض المزمنة. تعالوا نشوف مع بعض حديث الشيخ ابن الشيخ خالد الراشد، ولا تنسوا الدعاء للشيخ خالد الراشد كما تعودت من حضراتكم بالرحمة والمغفرة، ولا تنسوا اللايك لهذا الفيديو حتى لا يتم حذفه، ولو انت مش مشترك يا ريت تشترك في القناة وتفعل الجرس. ويلا بينا. الكلام كيف تخلو من القانون؟ أولا حكم بعد 3 سنوات من السجن، والقانون يقول إذا لم يحاكم بعد 6 أشهر يخرج ويحاكم خارج السجن. حكم بعد 3 سنوات، وأخذ إلى المحاكمة من غير محامي ومن غير أي حق من حقوقه. أخذ إلى المحاكمة، وقف أمام القاضي، سرد القاضي التهم. بعد سرد التهم حتى بعد سرد التهم حكم القاضي على والدي، قال بالنص، قال أنتم تبع الشياطين. قال والدي لو الشيطان يحكم، لو الشيطان ينصر المسلمين اتبعت الشيطان. فزاد القاضي على 5 سنوات، حاكم 5 سنوات، وبعد ما قال والدي ذلك زاد عليه 10 سنوات. هل هكذا يعني على كلمات أثناء الجدال بينه وبين القاضي؟ أي نعم. هذا الكلام عبد الله، يعني هل كان هناك طرف من العائلة نعم. يعني حضر تلك الجلسة؟ لا، كان كان يوجد أصحاب والدي في التهمة، يعني من يعني من حكموا بنفس القضية. كم كان عددهم عبد الله؟ خرجوا طبعا، الأغلب خرجوا، من حكم ب7 سنوات ومن حكم بغيرها خرجوا ونقنعنا. وأيضا الكلام هذا من والدي شخصيا، أكده لي والدي. طب أنت يعني والدك تمكنت من زيارته؟ اي نعم زرناه، لكن الآن هو ممتنع عن الزيارة، مضرب عن الزيارة. هل أغلق الاستئناف نهائيا عبد الله؟ لا يمكن. اي نعم، أغلق الاستئناف كان مدته شهر كامل. يستطيع وقتها أن يطلب محامي، يطعن بالحكم، يعترض، فعزل في زنزانة انفرادية. هل هناك أي تواصل مع منظمات حقوقية حول تلك الشكاوى التي تتحدث عنها عن وجود تعذيب لوالدك داخل السجن؟ تواصلنا مع حقوق الإنسان وكلمناهم قبل فترة. فللأسف قال المسؤول عن حقوق الإنسان خالد الراشد سجنه خير للأمة. عبد الله، هل هناك حالات يعني مشابهة لحالة والدك من خلال ما سمعته من والدك؟ كثيرة متواجدة على اليوتيوب أيضا. إذا فتحت على الأخ صالح المهوس، وكثير من الأخوة خرج من السجن بعد ما كثير من الأخوة دخل إلى السجن معافى وخرج مسلول، ومنهم من قتل في السجن، ومثل الأخ الرزني، خالد الرزني قتل في السجن. مثل كثير من الأخوة قتلوا في السجن، ومنهم من دخل معافى وخرج مسلول. وأيضا من الأخوة من عاد من أفغانستان مبتور القدمين واليدين. قالوا له تعال، ما راح تدخل السجن. سبحان الله، عندما أتى أدخل إلى السجن، فكيف لي أن لا أخاف على والدي؟ أنا أخاف أن والدي يخرج يا مشلول أو يخرج ميت إلى القبر مباشرة. هل يسمح لوالدك بزيارة الطبيب لمعاينته إذا كان لديه شكاوى طبية صحية؟ أي يسمح، إذا كانت الحالة طبعا كثير من طبعا زيارة الطبيب من شخص إلى شخص تختلف. عن والدك هل لديه شكاوى؟ هل لديه شكاوى طبية الآن ملحة؟ الحمد لله، والدي ما فيها مرض، الحمد لله، يعني لا يحتاج الأطباء بشكل مستمر. طيب، شكرا جزيلا لك. نجل الداعية السعودي المعتقل خالد الراشد، عبد الله الراشد، كنت معي عبر الهاتف من الدمام. أحب أنوه في آخر الفيديو عن شيء معين، وهو هناك 1% بيقول إن الشيخ خالد الراشد ما زال حي يرزق،
الله أسأل أن يكون ذلك حقيقة، ولكن التسريبات التي خرجت من سجن الحير أو الحير اللي بيقولوا عليه في السعودية أثبت أن الشيخ خالد الراشد توفاه الله. وانتظرونا كمان إن شاء الله بالفيديو القادم، هعرض لكم الخطبة التي كان سبب في اعتقال الشيخ خالد الراشد وكمان زوجته وأولاده إن شاء الله في المرة القادمة. انتظرونا بمفاجآت كتير إن شاء الله هنعرضها في هذه القناة، ونرجو الاشتراك وتفعيل الجرس ليصل كل جديد. وجزاكم الله خير، أراكم فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.